يا مساء النور عليكم. نهار جديد، فلوق جديد، اخرجه جديده كيف ما عودتكم دائما. هذا النهار كان عندنا سبيسيال لان مشيت لواحد المدينه اللي كتعجبني بزاف بزاف بزاف. واحد المدينه الصراحه اللي تمشي ليها تحس بالراحه النفسيه، لا من ناحيه الاجواء لا من ناحيه الناس ديالها. صراحه الناس الله يعمرها دار، والمدينه اكثر من رائعه. اذا قلت لكم مدينه فيها الورود، مليانه ورود، مليانه طبيعه، المعيشه ديالها غيزونابل، يعني المعيشه ماشي مكلفه، فغادي تكون هي مدينه شفشاون، المدينه الزرقاء. هنايا شدينا الطريق الصباح. طبعا انا من الناس اللي كيعجبني الا كتغدا شي مدينه بعيده كان الصباح بكري كنشدوا الطريق باش كيبقى لينا هكذا كتوصلي بعدا باقي شويه النهار، وكتقدر توقف شويه وترتاح شويه. كيف كتعرفوا السواقه اللي طولتي فيها غادي تعيا. كيف كتشوفوا الطريق كلها كانت ما شاء الله مليانه ورود. بنياتي فرحوا بزاف. فيما كنوصلوا شي بلاصه بحال هكا كيشوفوا فيها الورود كيقول يا ماما نوقفوا، كيبغيو يخرجوا يشوفوا. الصراحه لما لا، لان ولينا كنشاهدوا ان بزاف الاطفال شادين غير التليفونات والجيمز، فصراحه مزيان مره تخرجوهم يشموا الهواء ويشوفوا الطبيعه بحال هكذا. هنايا خرجنا كيف قلت لكم الصباح. وقفنا في واحد الكوفي صراحه اللي زوينه، فيها الفطور عائلي نقي. الثمن ديالو جدا مناسب، وفيه فطور صراحه كومبلي. الا بغيتو نعطيكم المعلومات ديال المقهى، الاسم ديالها وفين جات بالضبط قولوا لي نخلي لكم في صندوق الوصف. هي راه جات في العرايش. المهم هنايا صافي فطرنا كيف قلت لكم. خرجنا الصباح بكري وقفنا فطرنا في العرايش. احنا خرجنا كانت من سلا، من مدينه سلا، وقفنا في العرايش ارتاحينا وفطرنا كيف قلت لكم. ومن بعد عاود شدينا الطريق الشفشاون. هنا باش تكونوا عارفين ان هاد السفريه هذه كانت في الشهر 4. شهر 4 هذا كان صراحه الطبيعه مره رائعه. يعني جربت مشيت في الصيف، مشيت في الشتاء المغرب، مشيت دابا في الربيع. صراحه يعني الاجواء كلها زوينه، ولكن صراحه استمتعت اكثر فاش مشيت في هذه الاجواء ديال شهر 4، لانك كتشوفي الناس اللي كيبغيو الطبيعه كيبغيو يشوفوا الطبيعه والورود وهذا، فنصحكم انكم تمشيو بحال هكذا في شهر 4. الناس اللي كيبغيو البحر وهذا في شهر 6. صراحه هذه المدينه هذه ما كذبش صراحه. الفنان القدير ملي غنى عليها، الفنان القدير ديالنا نعمان الحلو، كنوجه ليه تحيه فاش غنى عليها وقال يا شفشاون يا نواره. فعلا شفشاون هي نواره. يعني واحد المدينه ما نقولش لكم طبيعه جد رائعه، كتحس بالراحه النفسيه. يعني تمشي غير واحد 3 ايام غتحسي النفسيه ديالك كلها تبدلات، وناسها طيبين كيف كنقول لكم. هو هاد مدينه شفشاون صراحه واخا نعيا ما نشكر فيها، صراحه عزيز عليا بزاف. ما يمكنش نمشي للمغرب وما نمشيش ليها. كيلو صافي بلا ما نطول عليكم قولي شكرتيها بزاف. والله الا تستاهل الشكر. طبعا ملي كيكونوا معكم الاطفال ضروري خاصكم كل مره توقفوا شويه، وقفنا عاوتاني في واحد لا ريستورون اللي جات قريبه للدخله ديال شفشاون تغدينا فيها، وخديت منها نيت زيت الزيتون والزيتون. الا بغيتو نخلي لكم حتى المعلومات ديالها قولوا لي، نخلي لكم في صندوق الوصف. وهنايا طبعا راكم عرفتوا اننا حنايا في الدخله ديال شفشاون. الدخله ديالها صراحه مبهجه، المدينه الزرقاء كيف كيسميوها. هنايا وقفت تصوروا البنيات. كيكونوا هنايا واحد العيالات كيديروا اللبسه غير ب5 دراهم، باش تكونوا عارفين 5 دراهم حتى ل10 دراهم. اللبسه كتكون كامله، لا بغيتو تصوروا بها تصوروا بنياتكم، ولا حتى الرجال عندهم لبسه كيديروا عليهم. صافي هنايا رحنا الموقع. طبعا انا دائما كنحجز عن طريق البوكينغ. الا بغيتو نعطيكم يعني رقم التواصل ديال السيد اللي حجزنا عنده. صراحه هذه ثاني مره كنحجزوا عنده، حيت كناخذوا ابارطومون، ماشي ابارطومون يا ربي، دار. صراحه الثمن ديالها جد رائع. هي ب500 درهم الدار، يعني 10000 ريال. الدار صراحه مره زوينه. عرفتي عندها 3 طاج، يعني عندك السفلي كيكون فيه لا كويزين وواحد الصاله مونجي، والصاله يمكن لك تنعسوا فيها طبعا، الحمام والكوزينه. وكاين الطبقه الثانيه هي فيها شامبر دو نوي،
وفيها واحد الصاله حتى ممكن لكم انكم كنتو فاميلي كبيره، راه ممكن لكم انكم دوك السدادر تستافدوا منهم وديروها غرفه ثانيه، وعاد فيها السطح، فيه غرفه ثانيه وحده ثانيه بالحمام ديالها والدوش، وعاد الاطلاله اللي اكثر من رائعه. ها هي كتشوفوها، عرفتوا الاطلاله ديالها ما نقولش لكم رائعه رائعه رائعه. عرفتي في الليل مع هذيك الاضواء وبعد مرات كيكونوا دايرين الموسيقى وهذا، عرفتي الاجواء مره رائعه. دوزنا لانمي ديالنا حتى هي. الا بغيتوا المعلومات نخلي لكم في صندوق الوصف. لا غد ليه نضنا خرجنا. طبعا هذا الموقع اللي قلت لكم ديالهم باش زوين هو انه قريب لكل شيء، ما كتحتاجيش الطوموبيله ديالك كتبلاصيها من الاول صافي، من بعد كل شيء كتمشي له على رجليك، كل شيء قريب من با 10 15 دقيقه. هنا صافي بدينا كندورو تما شويه في السوق وفي مدينه مدينه شفشاون، وباش غادي نهبطوا لعين الوطا. داكشي كاين زوين صراحه. كاينين اللي بغيتو تاخذوا دي سوفونير، اللبس عندهم داكشي زوين، بغيتو داكشي ديال يعني العنايه النيله وداكشي ديال العيالات راكم عارفين راه كاين. كان هنا الجو زوين صراحه، واحد شويه ديال البريدات ولكن زوين كان الجو. هنا كاينه واحد البلاصه هنا قريبه، الا بغيتو نحط لكم حتى هي على فيديو، فيها كيكون فيها بغيتو تصوروا مع الاطفال ديالكم الببغاء وداكشي وصافي. وهنايا جلست خدينا واحد كاس اتاي زوين عندهم هنا في هذا لاغيستورون. هنيت راه كنت تعشيت عندهم في لوندومان، الا بغيتو نخلي لكم حتى هما الاسم ديالو. عام صراحه الثمن كان مناسب وحتى الماكله كانت نقيه. صافي هنايا طبعا ما نقولش لكم المنظر كيفاش داير والاجواء شي حاجه اكثر من رائعه. كنصحكم بزاف تزوروا هذه المدينه. ديروا بحساب واحد 2 جوغ ولا 3 يعني 3 ايام ولا يومين على الاقل، لان صراحه ما غاديش تسخاو بها. كاين بلايص اخرين الا بغيتو نشاركهم معكم عفوا في فيديو اخر. مشينا لبلاصه اخرى راس الماء، عاوتاني شي حاجه رائعه انكم ننصحكم مثلا بغيتو تمشيو لراس الماء تفطروا فيه. كتكون الاطلاله الشلالات والفطور بلدي وكالم. بغيتو نخلي لكم فيديو تا نخلي لكم. هنايا ختمت العشيه ديالي، خديت كريب حتى هو عنده كريب مره رائع تمايا، بغيت نخلي لكم الاسم ديالو. صافي هنا شوفوا الاجواء، شوفوا لي الاجواء كيفاش دايره. صافي هنايا انا راجعين في حالنا، الاجواء اكثر من رائعه. ما صراحه ما سخيتش انني نمشي. الا بغيتوني نخلي لكم فيديو ثاني على الجزء الثاني ديال الزياره ديالي لمدينه شفشاون، خليو لي في الكومونتير. خليو لي تعليقاتكم، شنو عجبكم، فين بغيتو نوريكم فلوقات اخرين، لانني زرت بزاف ديال المدن في المغرب. طبعا بغيتو نخلي لكم معلومات ديال السكن، اي حاجه، وما تنساونيش من اللايك والبارطاج، وشكرا.